أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصفارة. أتمنى الحلقة تكون تعجبكم. النهاردة بنتكلم على ماتش الزمالك وفاركو اللي انتهى بفوز نادي الزمالك ب1-0 على نادي فاركو، واغتنام 3 نقاط من ماتش كالعادة سيء بالنسبة لأداء اللعيبة بتاعت نادي الزمالك من جروس مش عارف، أنا مفيش سكريبت كان مكتوب بصراحة للحلقة لأن ده مش ماتش، ده ماتش فيه حكم سيء، جروس مدرب سيء لا يصلح لنادي الزمالك، دونجا علامة استفهام كبيرة أوي، محمود جهاد طرد. كناش بنلعب ب9 لعيبة، احنا كنا بنلعب ب8 لعيبة لأن دونجا أنا شايف إن هو دونجا ماتش يتوالى بعد الآخر إن هو ماتش سيء جدا في أدائه في كل حاجة. زيزو تتوالى الأخطاء برضو، في تشتت جدا ما بينه وما بين اللعيبة، وتشتت ما بين اللعيبة وربطها ببعض وربطها بالمدرب اللي كنا متوقعين منه أداء أحسن من كده، بالشويلة بالكشاكيل بالحاجات اللي كان بيعملها في المحاضرات اللي كنا بنشوفها، الصور اللي كانت بتنزل على بيدجات نادي الزمالك. قلنا خلاص كده تغيير في المستوى ونبدأ مرحلة جديدة، لكن تتوالى الأخطاء في ماتش كان مفتوح وكان ممكن فاركو يحرز بدل الهدف 1 و2. معلومة ستر ربنا علينا إن ده مش أداء لعيبة، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت خلي بالكم من محمود ناصر لاعب، أحمد ناصر لاعب مهاجم نادي فاركو اللي بيشوط من بره ال18 هو مع محمد فكري لاعب عنده مهارة ومسموح له إن هو يشوط من بره ال18، وده اللي قلنا إن في تحركات كتيرة أوي ما بينه وما بين دونجا، اللي طبعا محمد فكري كان بياخد على قفاه حاجات قد كده مع كرات قطع كور، وفي كور بصراحة دونجا أنا مش عارف كان بيرقص نفسه في الملعب دونجا، وتتوالى الأخطاء في الماتشات واحد تلو التاني تلو التاني. أنا شايف إن ماتش مفهوش أي كلام غير إن إحنا بنتكلم على لعيبة مش قادرة تلعب ماتش كورة، أو مش قادرة تلعب ماتش كورة، مش عارفة تلعب ماتش كورة، لأن أنت مفيش باصة صح بتطلع من رجليك، مفيش تكتيك ما بينك وما بين اللعيبة، ما برضو عدم الكلام وعدم الشوط من بره ال18 علامة استفهام كبيرة على جروس وأدائه، اللي شايف إن الإدارة متكاسلة إن هي تتكلم معاه، وهيبقى ماتش الحماسي بتاعه أو ماتش الحسم بتاع بقاء جروس عن رحيله، هيبقى ماتش النادي الأهلي وماتش نادي الزمالك. ده اللي أنا شايف إن هيبقى في خطورة كبيرة أوي جدا على مشوار جروس في نادي الزمالك بعد ماتش الأهلي، لأن أنت لو خسرت ماتش الأهلي أنا شايف إن أنت أصلا مينفعش تكمل الكونفدرالية بنفس الأداء ده. أنت لو كملت الكونفدرالية بنفس الأداء ده هنخرج من أول ماتش، مش هنكمل حتى دور ال8، إحنا هنمشي على طول، إحنا هنخرج بره اللقاء على طول. شايف إن اللعيبة مش هي ده الأداء، بتلعب محمد حمدي مكان مصطفى شلبي وهو لسه راجع من الإصابة، مفيش فت في الملعب، وأداء أحمد حسام زي ما قلنا إن إحنا كنا المفروض إن أنا قلت في الحلقة اللي فاتت إن إحنا منبدأش بأحمد حسام، أو نبدأ بأحمد حسام مكان محمد شحاتة اللي بيلعب مكان عمر جابر، ونلعب بصلاح مزدك اللعيب اللي لسه جاي مدافع كبير، لازم تلعبه من أول ماتش على طول، ما ينفعش يقعد دكة للعيب مصري، انت جايب لعيب اجنبي وينزل يلعب على طول. انا مش عندي الفكره دي دايما، وقلنا ان احنا بنجيب مدربين اجانب عشان خاطر تدي الفرصه او تفهم الفرصه للعيبه الاجانب اللي هي عندها فكر عالي متدربه بره، ان انت جايب لعيب اجنبي ينزل الماتش يلعب على طول، مش محتاج ان انت تفكر ان انت تديله ماتش او التاني او تديله رتم المباراه. ده اللي انا كنت شايفه اداء متكاسل طبعا ما بين كل اللعيبه. بنتايج بالنسبة لي كان هو رجل المباراة الأول، زي ما قلت لكم بنتايج بيلعب فت على الكورة، بيهاجم، بيعمل تدخلات ما بينه وما بين اللعيبة، بيشتت اللعيبة اللي قدامك. فأنا شايف إن أنت كنت تشاركه من الأول أو تديله ماتش زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. بعد إصابة فتوح في التمرينات بنتايج خد الفرصة الأكبر، وأنا شايف إن هو يستحقها عن فتوح الفترة ديت، لأن فتوح كان عنده
تشتت فكري بره الملعب، وأداء مش ال50%، فكان لازم ياخد راحة. أو ممكن تكون الإصابة دي على ماتشات متتالية فكانت بتأثر على لعبه، وكان بيدي نتيجة زي ما قلت مش هو ده أداء الفتوح حتى 60 أو 50%. فممكن الإصابة كانت بتتوالى من ماتش لآخر، بس بروس كان بيعاند لعيبة مش ما ينفعش تعاند، وما ينفعش تعاند لعيب أجنبي زي ما قلنا، لأن مش لاك والله، مش لاك والإدارة مش لاك. مش هتكلم عليه زي ما قلنا عشان أنا هنا بتكلم على مساندة النادي. ماليش دعوة بالإدارة، ماليش دعوة بالإدارة حتى لو كانت سيئة في الأداء. فاحنا لازم نبقى كتف في كتف، لأن مش دلوقتي. احنا عندنا الماتش الجاي ماتش بتروجيت، اللي هي خسرانة من الأهلي ماشي، مقلناش أي حاجة، وكنا عارفين إن هي تخسر من النادي الأهلي، بس هيبقى تعمل ماتش قدامك ماتش كبير، لأن أنت مش هينفع تلعب القطبين. ولازم نتكلم مع اللعيبة، أنت لسه خسران من الأهلي، أنت لسه مش عارف إيه، فهينزل قدامك ممكن ياكل النجيلة. وأنت طبعا أسد تعبان زي ما بيقولوا، يعني أسد مريض، فأنت هيبقى عليك الهجوم كتير جدا، والفرصة من الغنيمة إن أنت ما بتقعش كل فترة. أنت واقع الفترة ديت، فهتلاقي الفرق كلها نازلة عليك فت جامد، لأن أنت عارفة إن أدائك مش الفت إن أنت تجيب جون واتنين وتلاتة. أنت بتجيب جون وتريح ورا، وده مش سمة نادي الزمالك أو مش سمة الفريق الكبير. احنا كنا بنتفرج على المطوشة بتجيب جون وترجع ورا، دي مش ماتش، مش أداء خالص. بالنسبة لي مفيش تقييم للعيبة، لأن الماتش ده بدون تقييم، لأن أنا لو قيمت هدي كله صفر وهدي بنتايج. ولو في رقم أقل من الصفر لدونجا أنا هديهوله. يعني أنا هديهوله فعلا. لو في رقم أقل من الصفر أنا هديهوله، لأن ده مش ماتش، ولا دي ولا ده لعيب بيلعب في نادي الزمالك. زي ما قلت الفيديو اللي فات والماتش اللي قبليه، ده مش لعيب بيلعب في نادي الزمالك. لازم تقعدوا دكة عشان خاطر يعيد حساباته، عشان احنا نادي الزمالك مش لعيب واحد. مش انت عندك بدل لعيب عنده اتنين تلاتة يركنوا بره ما تلعبوش، العب مكانه محمد شحاتة وخلي محمود جهاد جنبه وهو طرد. هيوقفوا ماتش بره ماتش بتروجيت، بس لازم تلعب، لازم تبقى عندك بدل اللعيب اللي مش قادر يلعب كورة أو بيفنن في الكورة، أو عايز زي ما بنقول كده. أقول لك أنا على حاجة، دونجا بيلعب على مثلا إيه، زي لعيب كان بيلعب في ليفربول بس والله مش فاكر اسمه إيه. لعيب عايز يخرج من الكورة من رجليه دايما، صح، حتى لو هيدافع. يعني مثلا أنا لو جنب لعيب هبصيله وهو يغلط أنا مغلطش، ليه؟ عشان الأبليكيشنات طبعا بتبقى عاملة إحصائيات للعيبة اللي بتلعب الكورة صح، التمريرات صح، القطع الكورة صح. فهو مثلا إيه، الكورة ديت أنا مش هعرف أقطع منه الكورة، فما أعملش تدخل مع اللعيب، بحيث ان انا لو عملت تدخل مع اللعيب ممكن الاحصائيات تطلع عندي ان انا دخلت على زي ما قلت. دونجا بيلعب على الاحصائيات، بحيث مثلا ان انا دلوقتي الابليكيشن ما بيعمل احصائيات، او ترانسف مارك ديت مثلا بتعمل احصائيات للعيبه اللي هي مثلا بتعملها الكوره، اللي بتبص الكوره صح، اللي بتعمل، اللي بتسوي، اللي بتعمل عرضيات. فهو شايف ان هو ده الرقم، هو ده المقياس بتاع اللعيب. هو دونجا شايف ان هو دلوقتي المقياس بتاع اللعيب نفسه هو ده كده. فانا شايف ان ده اداء مش متماثل لدونجا، ده مش لعيب. بعدين خس جامد قوي، كان جاي لنا من بيراميدز ما شاء الله، وش قد كده، فت دراع بتاع، جه نادي الزمالك خس والرعونة زادت، لأن أنت دلوقتي حواليك نادي جماهيري، فبالتالي إن أنت مش عايز أي حاجة. أنت الناس مثلا هنا، أنا دلوقتي عايز أجيب جون، هجيب جون هطلع ترند ليه؟ لأن أنا بطلع أضايق لعيب ما في نادي آخر، أو بطلع مثلا الإعلام شايف إن أنا لما بحتفل بحاجة زي كده فالمقصد يبقى حاجة زي كده، وأنت بتبقى قصدك حاجة زي كده، فالجمهور بياخدك برضه، وأنت بتلعب على الشو زيك زي بالظبط. انت بتلعب على الشو، هو فترة وهيقعد زيك بالظبط، زي ما انت برضو جيت فترة في نادي الزمالك وهتقع، وهو هيبقى فترة برضو هيقع. فأنا شايف إن أنت أداءك غير متماثل بالنسبة لي. مفيش كرات حماسية، مفيش. ده الشوط الأول بيشوطوا عليك كورتين، وأنت الجون جه غلطة من فاول بتاع زيزو بيعمله برضو. ما أنا شايف إن ده أداء غير مرضي لجماهير نادي الزمالك، وغير أداء أنت نفسك ما ينفعش تبقى راضي عن نفسك في الملعب. لو أنت شايف نفسك إن أنت راضي، فدي أزمة كبيرة في نادي الزمالك، إن أنت شايف إن اللعيبة دي خدت 3 نقاط تقعد على كده. لا طبعا،
مش ده نادي الزمالك، مش اللي انت تجيب 3 نقط وتقعد. لا، احنا عايزين لو هتخسر اخسر برجولة، انما مش تبقى قاعدين احنا قاعدين ال90 دقيقة كلهم من اول الجون جه في الدقيقة 42 او 43. لا، انا ما كتبتش حاجة بصراحة في الورقة، ان انا مش هينفع اكتب في ماتش زي ده. انا قاعد بتفرج عليه، لعيبة بتباصي، وكل شوية انا عارف ان احمد حسام ممكن يعمل غلطة يجي منها جون يا اما ضربة جزاء. هو ده اللي انا شايفه. مثلا الجون دي جه في الدقيقة 42 أو الدقيقة 43 على حد ذكر فكري يعني. لما الجون يجي الدقيقة 42 43 أنا قاعد أصلا من الدقيقة 42 أنا عارف إن الزمالك هيجي فيه جون. أنت متخيل إن أنا مشجع زملكاوي عارف إن فرقتي هيخش فيها جون؟ إزاي؟ مش هو ده الزمالك، مش هو ده الإدارة، مش هو ده المدرب، مش هو ده اللعيبة اللي أنت تجيبها تعمل ماشي. أنت جبت 4 صفقات، جبت 5 صفقات، جبت 20 صفقة. مش بالنسبة لي أنت جبت الانتقالات قبل الصيفية المرة اللي فاتت ولا الشتوية المرة اللي فاتت، جبت لي 7 لعيبة ومشيتهم كلهم، فما لهمش عايزة. انا شايف ان الجماهير بتتكلم على صفقات، انت ما جبتش، انت ما عملتش. ما هي الصفقات اللي تيجي ملهاش عايزه. انت ما انا جبت دلوقتي 8 صفقات. انا شايف ان كل الصفقات اللي مشوها من نادي الزمالك كلها عماله تجيب اجوان بره. ابراهيم نضاي وسيدي نضاي وسامسون ومش عارف ايه وايه ده والفلسطيني. كل الصفقات دي عماله تجيب اجوان. طب احنا كناش بنشاركها ليه؟ يعني انت دلوقتي الناس دي بتلعب اساسي في فرقتها اللي انت مشيتهم ليها. حلو كده. التدريبات، انت بقى النظرة بتاعت المدرب شايف ايه؟ ما الناس بتجيب اجوان بره. ما هو معلش، انت المستوى الدوري كله مستوى واحد، ما يقلش عن اللي بره حاجة. انت لو لعبت المصري، لعبت مش عارف ايه، لعبت غزل المحلة، لعبت مع احترام لكل الأندية، بس انت برضو عندك أندية بره كبيرة بتجيب اجوان. ما هو لما لعيب يجيب 2 اسيست ويعمل جونين مثلا زي سامسون، انت لو بتلعب الجونة يعني مش مع احترامي للجون، يعني لو بتلعب أقل فرقة في الدوري، لو بتلعب مركز شباب، واللعيب ده جاب فيهم جونين 3، يبقى عنده نظرة، عنده حسية الهدف. انت ما كنتش بتلعبه ليه؟ هي دي الفكرة اللي أنا كنت شايفها. بالنسبة لي إن الإدارة ملهاش ماشي. أنا عارف إن المدرب الكلمة الأولى والأخيرة ليه تكون سلطة في النادي. أنا عايز اللعيبة ديت، اللعيبة دي مش تلعب معايا، اللعيبة دي إحنا بنفهم كورة ماشي، أنا مقولتش حاجة. بس أنت لازم تجيب لجنة كورة أو لجنة إدارية تحاسب المدرب على اختياراته للملعب. يا جدعان لازم يبقى في بند في العقود عشان تعرف تجيب مدرب كبير. لازم عشان تعرف تجيب مدرب كبير، المدرب يقبل بيك، مدرب يقبل بشخصيتك، يقبل بقوتك. انا دلوقتي عندي بلان 1، بلان 2، بلان 3. عندي الدوري، عندي الكونفدرالية، عندي الكاس. انا هجيب لك اللعيبة اللي انت هتعوزها. اللعيبة اللي انت هتعوزها ديت عملت 1 2 3، انت اللي اخترتها، انت اللي هتحاسب عليها، انت اللي هتحاسب على مجملها. اللعيبة دي لو ما جابتش 2 اسيست، 2 جونين، او اخترعت لهم التشكيلة مش هما دول اللي في الفكرة اللي في دماغك، يبقى لازم دي تحصل. انا هجيب مدرب، انا دلوقتي هجيب مدرب هقول له انت عايز مين؟ عايز كريستيانو؟ ماشي، هقدر اجيب لك كريستيانو. كريستيانو ده هيلعب لوحده؟ لا، هيحتاج 1 2 3 تحت منه. ماشي، جبت 1 2 3 تحت منه، بقيت بخسر او ما بعملش الفت اللي انت هجيبه بقى. اقول له انا جبت لك 1 2 3، فين التشكيله اللي انت بتعملها؟ واخصم من مرتبه، مش عاجبه يمشي. هو ده النادي، هو ده اللي انا شايفه. انت دلوقتي جبت مدرب قال لك انا عايز 1 2 3، ما انا جبت 7 صفقات المره اللي فاتت كلهم فشله. مش كلهم فشله، شوف كل انت شفتهم او المدرب شافهم اللي انت جايبه كلهم فشله. راحوا لانديه تانية بقى بيجيبوا جون وبيعملوا اسيستات. طب ايه الفكره؟ وانا مش فاهم انت شايف فيهم ايه؟ المدرب اللي هناك المدرب التاني شافهم الدوري اقل منك فنيا. انت يا عم امشي. اقل فنيا ايه وتكتيكيا ايه وبتاع ايه؟ اقل فنيا ايه يا عم؟ ده احنا في ماتش واخدين 8 انذارات ولا 9 انذارات، انا ما بقتش اعد. 8 انذارات ايه ده؟ دي كرة طرد يا نهار اسود. يعني انا لعيب عندي انذار، انا لعيب عندي انذار ماشي، انا ولعيب بنتلحم في الكورة سوا، ام هو اتشنكل او انا شنكلته. الكورة اصلا ما فيهاش يعني ده ما وقعش على وشه حتى، يعني هو اللي فيها خطر. هو مطلع انذار التاني ومديله طرد. حكم الفكر بتاعه اصلا داخل الماتش. انا راجل جامد، انا راجل فت، انا هخش اللي هيتكلم معاه انذار. انا ايه ده؟ ايه يابا؟ ده في حاجه معاك ولا ايه؟ مش كده، ده مش التحكيم اصلا، مش ده اللي احنا طالبناه. انا ايه ده؟ جايب لي يعني انت جايب لي مدير ولا مش عارف ايه لجنه حكام كده؟ إيه ده؟ يعني انت جايبه
عشان خاطر يقول لك اللي يتكلم معاك اديله انذار. هو في كده؟ يتكلم معاك هو اصلا ما لحقش يتكلم معاه، ده اللي بيقع بيديله انذار. 8 لعيبه واخدين انذارات؟ يا نهار اسود ليه كده؟ يعني انت 8 لعيبه واخدين انذارات والباقي الجزء الباقي واخد مش فاهم انا بصراحه. انا مش فاكر اصلا عواد خد انذار ولا لا. احس ان عواد خد انذار من ضمن الثمانيه، بس احنا اصلا كل اللي بيلعبوا 11. مش عارف والله. يعني انا عندي علامه استفهام على الحكم اللي هو جاي يدرب حكام على ان هم يعملوا ويساعدوا ان الدوري بتاعنا يبقى فوق، او يبقى فت ما بينه وما بين، يبقى في ايه يا عم، في توازن وفي ده مش ماتش كورة أصلا، ولا دي فرقة، ولا ده حكم، ولا ده مدرب، ولا دي إدارة، ولا مفيش حد بيحاسب حد. مفيش مدرب بيحاسب لعيب. أنا مش عارف، أنا المفروض إن أنا كسبت ماشي، أنا أنزل خصومات، ما هو ده مش أداء. ما أنا ده مش أداء. أنا كده كده أصلا كنت ممكن أتعادل في أي لحظة من اللحظات. وممكن لو كنت اتعادلت في أول بعد الشوط الأولاني أو في الدقيقة 45 46 47 في أي وقت كنت ممكن أخسر. يبقى انا اعمل ايه؟ اجيب اللعيبه ديت، انا اقعد في الاوضه في لائحه في 1 2 3 بيقول ان انت لو لعبت 1 2 3 تاني او ما لعبتش، او انا شايف ان انت مش بتأدي ادائك، يا اما هتقعد على الدكه يا اما هيتخصم منك ومش هلعبك. عشان خاطر الناس تخاف على مركزها، عشان خاطر ما تقعدش على الدكه. انا مش عارف اي دي كده ان حاسين ان احنا كلنا بناكل عيش. ده بيلعب عشان ياكل عيش، وده بيلعب عشان خاطر ياكل عيش هو كمان. انا راجل ايه يا عم، انا ما بيطلعش كوره من رجلي غلط يا دونجا، انت كلك غلط في نادي الزمالك. انت اصلا بقائك على مركزك دوت، والمدرب اللي بيلعبك ده غلط. انا مش عارف اصلا الناس متخيله ان ده لعيب. من ساعه الماتش الكونفدراليه لما انت خدت كاس السوبر الافريقي لحد الان ما لعبتش ماتش عدل. سيبك من الاجوان الهلس اللي بتيجي من كل 20 ماتش مره دي، سيبك منها. انا قلت لك انا مش عايز اجوان. انت المركز ما بيجيبش جوان. انت مركز يصنع لعب، يفتح مجال، يبقى في كل كورة. النقل من المدافعين للمهاجمين يبقى انت. لو انا عايز افك تكتلات دفاعية اخش مع المهاجمين، اخش مع المدافعين، اقطع كل كورة. لكن مش كده. ده مش زي ما قلت، ده مش لعيب اللي احنا كنا متخيلينه، او اللي ما كانش مش لعيب اللي بيلعب الفتره اللي فاتت. انا مش عايز ابقى جامد قوي على دونجا، بس انا بقول لكم زي، وهفضل اتكلم عليه وهفضل اقول وهفضل اعيد، ده مش لعيب يلعب بالمستوى ده في نادي الزمالك. اقعد على الدكه لحد ما ترجع لمستواك وارجع العب تاني. انا كده كده بلعب كل ماتش ناقص بيك. انت ما بتقطعش كوره حماس، ده انت ممكن يبقى في خطر اصلا ان انت تخش في خشوميه مع لعيب، تاخد فاول من بره ال 18 تيجي فينا جوه. لان انت دايما بتيجي ورا اللعيب يا عمي. يا عم اتفرج على فيديوهات طارق حامد يا عم. يا عم اتفرج على فيديوهات طارق حامد يا عم. يا عم مفيش كده. مفيش كده بجد والله. يعني انتوا عارفين ان المشكله في ايه؟ هقول لكم انا المشكله ان احنا مثلا بنبص اللعيبه عنده 38 سنه و39 سنه، لان احنا بنشوف النضج الفكري بتاعه عامل ازاي. يعني احنا بنبص مثلا ايه يا عم، ده بيفكر في لاعب عنده 38 سنه و39. يا جدعان شوفوا عبد الله السعيد، لعيب عنده على آخر الأربعينات وشغال بسم الله ما شاء الله. مش هتلاقي لعيب زيه. ما هو كبير أهو، بس أنت الفكر هنا مخلي رجلك شغالة، مخلي جسمك شغال. ما بيخليش السوشيال ميديا تلعب بيه. مش جمهورين هيتنايروا مع بعض أو أنا هنزل أبقى شو وإدي والجمهور يشوفني يا دونجا وأبقى واقف. يا عم مفيش كده. هو ده اللي بيخلينا نبص لعيب عنده 39 سنة و38 سنة، لأن اللعيبة اللي عندها عشرينات واحد وعشرينات مشالي بالموضة. مش شال ان انا يا جدعان ده لعيب كوره. انا عشان احبك لازم تلعب تقاتل، تلعب برجوله في الملعب، تدخل في كل كوره يكش تتكسر. ما هو دي من شغلك. دي من شغلك. لازم تبقى واحد واتنين وتلاته. والمدرب يبقى لازم يبقى في كلام مع اللعيبه في قلب الملعب، وهي الملعب شغال لازم تتكلم مع اللعيبه. ده بعد اللقطه اللي دونجا عملها دي لازم يتحاسب. ده مش ماتش. بلاش ان انا اقيم لعيبه في ماتش زي دوت، لان انا لو قيمت اللعيبه هدي كله صفار ما عدا بنتايج زي ما انا قلت. هو ده كلمه السر.
غير كده نلقاكم إن شاء الله في حلقة ما قبل مباراة بتروجيت، وعندي شوية تفاصيل، وبعد تلقي جميع اللعيبة الإنذارات وقوفها الماتش الجاي في لعيبة كتير أوي، محمد شحاتة، مصطفى شلبي، في كلام كتير على زيزو إن هو يبقى واقف ولا لأ، أيا كان يعني مش مهم، نلعب بمحمد، نلعب اسمه ده اللعيب اللي جبناه من الدرجة التانية، والله نسيت اسمه، نسيت اسمه من كتر ما أنا بركز في لعيبة ما بتلعبش كورة. نلعب ونشوف بقى التشكيل الجديد اللي هيلعب بيه جروس خالص. يعني أنا أصلا كان بالنسبة محمد حمدي راجع من الإصابة لعبه ماتش من أول دقيقة. يا أخي ده أنت ملعبتش صلاح مزدك اللي بقاله معاك فترة، معاك يومين تلاتة، معاك، ما أنت كده كده ما بتعملش خطة في الملعب بنشوفها أصلا، ما تلعبوش ليه؟ اكتر من كده هيتحرق دمي، فبلاش اكتر عليكم اكتر من كده. اتمنى تكون الفترة الجاية فترة ينهض فيها نادي الزمالك، لان انت داخل بعد ماتش بتروجيت على ماتش الاهلي، هتلاعب ماتش جامد اوي اوي اوي، لان انت هتقابل صفقات نارية من نار، وسما كان رجع من شرقي دوت، فانت هتبقى في كارثة بعد ماتش بتروجيت. لازم يكون محتوى كل لعيب نادي الزمالك، كل اللي يدرب في نادي الزمالك، المدرب الحناكة المحنك زي ما بيقولوا، اللي عمال يعمل لي حاجات ما بتعملش في الملعب اصلا، احنا ما بنشوفش اي حاجة في الملعب، ما اعرفش هو بيدرب بيعمل ايه، بيدرب بيقعدوا مع العجلة يجروا، هو شكله بيلعب على اللياقة البدنية، ده مدرب لياقة بدنية عشان خاطر اللعيبة ما تتعبش من كتر ما بتدافع، هات جون ودافع. ده انت يا جدع مش كده، يا جدع يا جدع مش كده. ان شاء الله استنوا مني فيديو قبل مباراة بتروجيت، نتكلم على ممكن التشكيلة اللي جروس يلعب بيها، ونتكلم على بعض ثغرات في نادي بتروجيت، واللعيبة اللي ممكن تصلح تلعب ضد نادي بتروجيت، لأن هم معدودين أصلا، انت الفرقة كلها عندك وضع انذارات. أتمنى الحلقة تكون تعجبكم، وما تنسوش وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك